كلنا بنعرف إنه إشارة اليساوي توضع بين شيئين لهما نفس القيمة، فبنقول إنه متساويان أو متناسبان. في حالة الكسور كنا بنعرف التناسب بينهما عن طريق ضرب الطرفين بالوسطين، هدول الطرفين وهدول الوسطين. في حالة التساوي بين الجدائين بيكون عنا الكسرين متساويين أو متناسبين. اليوم رح نتعرف على بعض خواص هذا التناسب بين الكسرين. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم أصدقائي صف التاسع؟ مبروك عليكم المرحلة الأخيرة من الإعدادية. درس اليوم هو بدايتنا في كتاب الهندسة. عنواننا اليوم بعض خواص التناسب. حكينا بالمقدمة كيف نعرف إنه هدول الكسرين متناسبين. نفترض إنه هدول الكسرين اللي عندي إياهم أنا هو A على B و C على D. هدول الكسرين متناسبين. هدول الكسرين المتناسبين إلهم بعض الخواص ممكن أن استعملها لحل بعض المسائل. أول خاصية مذكورة بالكتاب، طبعا نحن عم نحكي عن صفحة 12. أول خاصية بتقول إنه في حال أنا هدول الكسرين المتناسبين قلبتهم فبينتج عندي أنا كسرين متناسبين أيضا. يعني في حال هذا ال A على B وال C على D قلبت هدول الكسرين رأسا على عقب، فنتج عندي B على A و D على C، رح ينتج عندي أيضا كسرين متناسبين. طيب نحن ناخذ مثال اللي هو لل3 على 4 وال9 على 12. هدول كسرين متناسبين. في حال أنا قلبتهم رأسا على عقب رح ينتج عندي الكسرين 4 على 3 والتسعة والاتناش على 9. في حال ضربت الطرفين بالوسطين، ضربت الطرفين وضربت الوسطين لاختبار التناسب بينهما، رح ينتج عندي أنا 4 ضرب 9 اللي هو 36، وال12 ضرب 3 أيضا 36. الكسرين اللي نتجوا عندي من هذا القلب هما كسران متناسبان. الخاصية الثانية عنا بتقول إنه في حال هدول الكسرين ال A على B وال C على D، في حال أنا هدول الطرفين بادلت بينهما رح ينتج عندي أيضا كسرين متناسبين. يعني حيصير عندي أنا هون D على B، لأني حطيت هي هون وهي هون، حيصير عندي D على B و C على A. هدول الكسرين قال متناسبين. ورح ناخذ نفس المثال يلي هو 3 على 4 والتسعة على 12 هما كسران متناسبان. طيب لو بديت أنا بين ال3 و12 اللي هن الطرفين هون، هدول اسمهم طرفين وهدول اسمهم وسطين طبعا. في حال بعدت بين الطرفين وخليت الوسطين مثل ما هن، رح ينتج عندي 12 على 4 و9 على 3. في حال اختبرت التناسب بينهما بضرب الطرفين وضرب الوسطين، رح يصير عندي 12 ضرب 3 اللي هي 36، و9 ضرب 4 أيضا حتكون 36، فالكسرين متناسبين. الخاصية 3 بتقول إنه في حال بادلت بين الوسطين هالمرة فعندي كمان أيضا حينتج كسرين متناسبين. يعني A على B و C على D كسرين متناسبين. في حال بادلت بين الوسطين فعندي أنا هون نسبة جديدة، فبصير عندي أنا A على C و B على D. بناخد نفس المثال يلي هو 3 على 4 و9 على 12. في حال بادلت بين هدول الوسطين 9 وال4 رح ينتج عندي نسبة جديدة. يعني 3 على 9 و12 3 على 9 و4 على 12. ف3 ب12 36، 9 ب4 أيضا 36، فالنسبة فالكسرين متناسبين. الخاصيات الثلاثة اللي مرقوا هن كتير سهلين. هلأ بلش الجد، وصراحة هدول الخواص اللي هلا نحن نحكيهم هن أهم شيء بخواص التناسب. الخاصية الأولى طبعا نحن عم نحكي إنه فرضنا إنه ال A على B و C على D هما كسران متناسبان. الخاصية 4 بتقول إنه في حال أنا تركت المقامات مثل ما هي،
المقامات يلي هي B و D مثل ما هي، يعني B خليتها مثل ما هي والD خليتها مثل ما هي، لكن أضفت لكل بسط قيمة المقام تبعه، يعني A أضفت لها المقام تبعها يلي هو B، والC أضفت لها المقام تبعها يلي هو D، رح ينتج عندي نسبتين أيضا متساويتان. ورح نرجع لنفس المثال يلي هو 3/4 وال9 على 12. في حال أنا ثبتت الأربعة مثل ما هي وثبتت ال12 مثل ما هو، لكن ضفت لل3 قيمة المقام يلي هو 4، وال9 ضفت لها المقام يلي هو 12، رح ينتج عندي أنا 7/4 و21 على 12. في حال أنا ضربت السبعة الطرفين، 7 ضرب 12 نتج عندي أنا 81، عفوا نتج عندي أنا 84. في حال ضربت 21 ب4 رح ينتج عندي أيضا 84. فهون نكتشف إنه هاي النسبة الجديدة أو الكسور الجديدة هي متناسبة. خاصية 5 بتشبهها، ولكن بالعكس، مادام ما نجمع هون نحن رح نطرح. في حال عندي A و B و C على D كسرين متناسبين، في حال أنا ثبتت المقامات مثل ما هي، البي خليته مثل ما هو والدي خليته مثل ما هو، لكن نقصت قيمة المقام من كل بسط، فA ناقص B و C ناقص D رح ينتج عندي أيضا كسور متناسبة. والمثال هالمرة 5/24 على 16 هما كسران متناسبان. طيب في حال أنا ثبتت كل مقام، لكن كل بسط طرحت منه المقام تبعه، يعني 5 ناقص 24 ناقص 16. فبعد ما بننقص كل مقام من بسطه بصير عندي 5 ناقص 4 و20 ناقص 16. فأنا هون خليت المقامات مثل ما هي، نقصت كل مقام من بسطه. 5 نقصت من الخمسة نقصت من المقام تبعها 5 ناقص 4، 20 نقصت من المقام تبعها 20 ناقص 16، وخليت المقامات مثل ما هي. هلأ نتج عندي يعني 5 ناقص 4 1، و20 ناقص 16 4. هلأ هدول الكسرين اللي طلعوا من هذا الطرح قال أيضا هما كسران متناسبان. ليش؟ لأنه 4 ضرب 4 16، و1 ضرب 16 16، فالكسرين متناسبين أيضا. الخاصية رقم 6 كمان هي عبارة عن خاصية رقم 6 بتقول في حال هالمرة ثبتت البسوط، يعني A على B والC على D. في حال أنا ثبتت البسط مثل ما هو، خليت كل بسط مثل ما هو، لكن ضفت كل بسط إلى مقامه، يعني A مثل ما هي والC مثل ما هي، لكن البسط ضفت له المقام ضفت له البسط اللي هو A. وهون كمان D شو بسطه هو C، ضفت له C. على هي النسبة الجديدة، هي الكسور الجديدة هي نسبة جديدة، أي في هناك تناسب جديد. مثال عندنا نحن 3/4 و9 على 12. في حال أنا هدول كسرين متناسبين، في حال 3 و9 مثل ما هن خليتهم، لكن كل مقام أضفت له البسط تبعه، يعني 4 ضفت لها 3 و12 ضفت لها 9، رح ينتج عندي نسبة جديدة. ليش؟ خلينا نكمل. 3 على 7 والتسعة ضفت لها 9 على 21. 9 ب7 63، و21 ب3 كمان 63، فهدول كسرين متناسبين. آخر خاصية عنا يلي هي أيضا عندما نثبت البسوط ولكن نطرح كل بسط من مقامه، يعني في حال خليت الA مثل ما هي والC مثل ما هي، لكن المقام نقصت منه قيمة البسط، يعني B ناقص A و D ناقص C، رح ينتج عندي أيضا نسبة جديدة. ناخد مثال 2 على 5 و8 على 20. هلأ الاثنين 2
2 ضرب 20 هي نفسها 8 ضرب 5 اللي هي 40. هي 2 ضرب 20 هي هدول كسرين متناسبين. هلا في حال أنا ثبتت البسط، 2 خليتها مثل ما هي، 8 خليتها مثل ما هي، لكن طرحت من المقام قيمة البسط، طرحت من المقام هون كمان قيمة البسط، رح ينتج عندي كسرين جديدين ومتناسبين. خلينا نختبر. 2 على 3 و8 على 12. في حال أنا ضربت 2 ب12 24، وفي حال ضربت 3 ب8 أيضا 24، فالكسرين أيضا متناسبين. طبعا الخاصية 4 و5 و6 و7 إلهم شروط فإنه الناتج الطرح أو ناتج الجمع لا يجب أن يكون يساوي الصفر. يعني مثلا بهذا المثال أنا نقصت 5 من 2 و20 من 8. هون ما طلع عندي هذا الطرح أو التساوي ناتجه صفر. في حال كان ناتجه صفر معناته ما فيني استخدم هي الخاصيات. فعندنا هون سؤال حلو بالصفحة 13 بيقول إنه عندي أنا خط مستقيم A في عليه النقاط A M B، طول هي القطعة المستقيمة 100. طيب عم يقول إنه النسبة بين طول AN و MB هي 2 على 3، يعني على طول AN على طول MB يساوي 2 على 3. والسؤال هو استنتج طول AN و MB. كيف رح نعرف هون؟ عن طريق استخدام خواص التناسب. وبرأيي هون أنا 4 و5 و6 و7 فينا نستخدمها، لكن وبرأيي هون الخاصية الأفضل يلي حالل عليه. طيب نستخدم الخاصية الرابعة يلي هي كانت نجمع كل بسط، وهي هون نستخدم طريقة الحل إنه نجمع كل مقام إلى بسطه. يعني هي عندي أنا عندي نسبة، عندي تناسب AN هو اللي AN على MB تساوي 2 على 3. هلأ في حال ثبتت المقامات مثل ما هي، NB خليتها و3 خليتها، لما في حال جمعت كل مقام إلى بسطه فعندي هون تناسب جديد أيضا حسب الخاصية اللي درسناها. يعني إذا بجمع ال AMB يعني إذا بجمع ال AMB مع ال AN و3 مع 2 رح يطلع عندي تناسب جديد. يعني AN زائد MB على MB تساوي 2 زائد 3 على 3. طيب هون أنا بعرف إنه AN وال MB زائد MB قديش يساوي؟ يساوي 100، لأنه طول قطعة مستقيمة كلها 100، فأنا هون بحط بدالهم 100 على MB. و2 زائد 3 قديش يساوي؟ 5 على 3. طيب نحن بنعرف إنه في حال أنا عندي قيمة مجهولة لكسرين متناسبين فيني طلعها بجداء الطرفين على الوسط. فيني أعرف عن طريق جداء الطرفين بالوسطين. يعني هون حقول إنه MB تساوي 100 ضرب 3 تقسيم 5. 100 ضرب 3 على 100 ضرب 3 على 5. طيب تساوي 100 ضرب 3 300 على 5 تساوي 60. فعندي أنا هون طول MB هو 60. طيب كيف بدي أعرف طول ال AN؟ سهلة، أنا هي طولها كلها اكتشفتها إنه 60 طلعت معي. قديش حيكون هي AN؟ 40. وهذا هو حل مسألتنا. في عندي كمان أيضا سؤال حلو ومهم جدا وغالبا بيجي منه بالامتحانات الأخيرة. في عندي بالصفحة 14 سؤال مهم جدا وحلو كمان، هو عبارة عن حزورة.
بيتدرب التمرين الثاني. جد عددين فرقهما في عددين فرقهما 28. طيب الفرق بيناتهم 28. شو يعني الفرق بيناتهم؟ يعني ناتج طرحهم، إذا بتطرح هاد من هاد بيطلع 28 فرق بيناتهم. ونسبتهما يعني نسبة إذا الأول على الثاني، إذا بحط نسبة بيناتهم، العدد الأول على العدد الثاني رح يطلع عندي نسبة 12/5. ما هما العددان؟ عن طريق المعطيات أنا فيني استخدم خواص التناسب. عم يقول لك إنه فرق بيناتهم 28. طيب أنا شو بقول له هون لحتى حل؟ طبعا هنا هون تدرب صفحة 14 السؤال الثاني. بقول له نفرض إنه هدول العددين A و B، هدول العددين A و B لسه ما بعرف قيمتهم، بسميه بالمجهول A ومجهول B. طيب أنت عم تقلي إنه الفرق بيناتهم A ناقص B تساوي 28، والنسبة بيناتهم A على B تساوي 12/5. طيب ما لاحظتوا إنه فينا نستخدم خاصية لحتى نعرف الحل؟ طيب شو بنعمل هون؟ منثبت المقامات ومنطرح كل مقام من بسطه. يعني ال A بخليها بطرح منها B على B، وال 12 ناقص منها 5 المقام تبعها وبخلي المقام مثل ما هو. هون شو بنعرف هون؟ نحن نعرف قيمة ال A ناقص B، هو قال لي إياها اللي هي 28. معناتها بقول له أنا 28 على B تساوي 12 ناقص 5 7/5. طيب هون فيني أعرف أنا قيمة B بجداء الطرفين تقسيم العدد الباقي اللي هو 7. طيب هون معناتها B تساوي 28 ضرب 5/7. 28 ضرب 5 28 ضرب 5 140 على 7 طلعت معي 20، فالبي تساوي 20. هلا كيف بدي أعرف أنا ال A ناقص B تساوي 28؟ هو قايل لي. طيب شو حقول؟ حعوض قيمة البي اللي طلعت معي يلي هي 20. A ناقص B ناقص 20 يساوي 28. هلا كيف أنا بحل المعادلة؟ بنقل المجاهيل لطرف المعاليم لطرف. A صفيت لحالها بنقول 20 لناحية 28 صارت إشارتها زائد، تتغير إشارتها لأنه نحن هيك بنعرف. إذا كان عدد سالب بصير موجب، إذا كان موجب بصير سالب لما نقله لهنيك. فلهون كانت سالبة صارت موجبة. A تساوي 28 زائد 20 48. A 48 والB يلي هلا طلعت معي من شوي 20. هيك بيكون خلص درسنا الأول بالهندسة. بشوفكم بالدرس الجاي.